كيك طعمها حلوة ولذيذة وهشة، مش بس حلوة ولذيذة وهشة، دي كمان تنفع معانا في الدايت. مش بس تنفع معانا في الدايت، دي كمان أفضل اختيار لأولادك وهم رايحين المدرسة. وكده بنتكلم عن الكاروت كيك. الكاروت كيك من أفضل الاختيارات اللي دايما موجودة عندي في التلاجة، ودايما بحطها لأولادي في لانش بوكس المدرسة. كمان بتشرفني لما بيكون عندي أصحابي. الكيك دي طعمها لذيذ جدا وسهلة في التحضير، ولكن محتاجة مننا تركيز في بعض النقط عشان ما تبوظش منك. ركزي معايا في الخطوات بالتدريج. هنستخدم كل المكونات اللي انا كاتباها تحت في الكابشن، واهم حاجه الزبده تكون في درجه حراره الغرفه، وهنضرب الزبده مع العسل لغايه القوام بتاعهم ما هيكون كريمي. وبعدين هننزل بكل المكونات السائله، الزبادي والرايب واللبن والبيض والفانيليا، ونبدا نضربهم تاني بالمضرب على سرعه منخفضه شويه عشان القوام يكون كريمي. وبعدها هننزل باهم حاجه وهو الجزر المبشور، وكمان قشر البرتقال المبشور، وكمان اهم حاجه دلوقتي هي القرفه وزبده الفول السوداني. الاتنين دول هينقلوا طعم الكيك في حته تانية خالص، وهي دي اكتر حاجه بتميز الوصفه دي. وبعدها هنزل بكميه الدقيق. انا هنا استخدمت دقيق اسمر زي ما انا كاتبه في المكونات، دقيق قمح كامل، وحطيت عليه كمان البيكنج باودر. دقيق القمح الكامل بيحتاج بيكنج باودر اكتر من انواع الدقيق التانية عشان هو كمان ما بينفخش كويس. لو عاوزها هشه جدا زود بيكربونات صوديوم. ونسيت اقولك ان ده كان العشاء التاسع يوم في التحدي، ولو لسه ما اشتركتش فيه اكتب تحت كلمة تحدي. وكمان عاوزة اقولك ان التحدي الجاي مهم جدا لكل المرضعات والحوامل واصحاب الامراض المزمنة. تحدي جديد طلبتوه مني، بس المرة دي هتكون الاعداد محدودة. ولو لسه عاوز تدخل في التحدي المجاني اكتب تحت كلمة تحدي، باقي اخر يوم بكرة. وكمان انت لو عاوز تشترك في التحدي الجديد اكتب تحت كلمة تحدي، هتوصلك كل التفاصيل بتاعته. مهم بقى تسوية الكاروت كيك، مهم جدا نركز فيها. اولا لما حطيتها في قالب الانجليش كيك عملت فيها فتحة من فوق بعد ما دهنت الاسباتيولا بزيت او ميه عشان الجوانب بتستوي بسرعه، ومن النص بتفضل معجنه. خلي بالك دي نقطه مهمه جدا بتفرق في التسويه. وبعد ما خرجت من الفرن سبتها ترتاح ساعتين، وبعدين بدات اقطعها. كانت لذيذه جدا، ورشه الشوكليت شيبس اللي انا حطيتها عليها فعلا نقلتها في حته تانية خالص. لازم بجد تجربوها. طبعا قطعت الكميه كلها عشان تكون جاهزه معايا. دايما في علب التلاجة باخد منها وقت ما احتاج لانش بوكس المدرسه، بس اصحابي كلموني وقالوا لي ان هم جايين يسهروا معايا. قلت لا بقى انا لازم اظبطها لهم. عملت لهم صوص حلو جدا عشان تعجبهم ويحبوا طعمها جدا وما يستغربوهاش عن اي حاجه موجوده بره. الصوص بسيط جدا، استخدمت زبادي يوناني مع مكسرات، وكمان حطيت عليها رايب، وحطيت عليها رشه من الفانيليا ومعلقه من اللبن البودر. طعم الصوص بيطلع حلو جدا وهش. وهنا كمان حضرت كميه صغيره على قدي عشان هحتاجها في التحدي بتاعي، ولازم اكون ظابطه الكميه بتاعتي. حطيت عليها جرانولا ومكسرات، وفعلا طعمها كان لذيذ جدا. عاوزه اقول لكم ممكن تحضروا اي كميه وتحطوها في التلاجة وتستخدموا منها وقت ما تحبوا. ممكن تطلعوها من التلاجة تاكلوها على طول، او كمان تطلعوها من التلاجة تدخلوها الفرن او الميكروويف، هيطلع طعمها فظيع جدا، والشوكليت بتسيح وبيطلع طعمها يامي جدا. ولو الوصفه عجبتك ما تنساش تسجل الوصفه كامله عندك عشان ترجع لها.